تعبان بقالي كذا يوم. كنت حاسس بسخونية وتكسير في جسمي، وكنت مش قادر اتحرك من السرير. الشغل اداني اجازة عشان ارتاح، بس مفيش حاجة فرقت والتعب فضل زي ما هو. لكن اللي حصل معايا بالليل عمري ما كنت متخيل انه ممكن يحصل لي. كنت نايم على سريري وعيني في السقف، مش قادر انام، لما الموبايل اللي جنبي اتهز. جالي اشعار من كاميرا الراينج اللي كانت عند باب البيت. تم رصد حركة، فاستغربت. الساعة كانت عدت نص الليل وانا عايش لوحدي. قلت يمكن قطة ولا حاجة عدت. فتحت البث المباشر لكن ما لقيتش اي حاجة كانت موجودة قدام البيت. الدنيا بره كانت هادية، بس عشان اتأكد قررت ارجع اشوف اللقطات القديمة. لكن قبل ما ايدي توصل للفيديو حاجة خبطت في ازاز شباك الأوضة بصوت عالي جدا. جسمي اترعب، رفعت راسي بسرعة. كنت متوقع اشوف طير ولا حاجة، لكن مفيش، بس في بقعة سودة مكان الخبطة. اترددت شوية، بس في الآخر قمت بالعافية وكل عضلة في جسمي بتصوت من السخونية، ورحت ناحية الشباك فتحته بالعافية ووقفت مصدوم. اللي خبط في الشباك كان طير بجد، بس جسمه متقطع، ريشه كان طاير كأنه ميت من زمن، وحد رماه بكل قوته. قفلت الشباك بسرعة ونفسي كان بيتقطع. الموضوع مش طبيعي، كان مش مجرد طير عادي، كان في حاجة غلط. رجعت للموبايل وبصيت في اللقطة المتسجلة. كانت في واحدة ست لابسة قناع، شكله كان غريب، ماشية ناحية باب البيت. حركتها كانت مش طبيعية، مشيتها كانت غريبة وكأنها سكرانة أو مش طبيعية. وقفت قدام الكاميرا وبصت فيها كأنها شايفاني، وفجأة سمعت صوت جاي من ناحية تانية في الأوضة. بصيت، كل حاجة شكلها زي ما هي، بس في شباك تاني كان مفتوح وأنا متأكد إني قافله. بصيت تحتيه على الأرض كانت متوسخة، كأن في حد دخل وساب أثر رجليه. قلبي كان هينط وأنا واقف مش قادر أصدق، بس ما كانش في وقت. بدأت أدور على أي حاجة في الأوضة أدافع بيها عن نفسي. وأنا واقف حسيت بحاجة ورايا، كأني في حد واقف. لفيت وشفتها، أيوة، كانت واقفة على بعد خطوات مني. القناع بتاعها كان مش طبيعي، وشه كان ممدود، عيونها كانت غريبة، ما كنتش قادر أركز فيهم. لكن فجأة لقيتها مسكت في رقبتي وفضلت تخنق فيا بشكل غريب. قوتها كانت مرعبة، صوت نفسي بدأ يروح، حسيت إني بموت. وفي آخر نفس دست على رجليها بقوة. سمعت صوت صرخة عالية منها، كان صوتها مرعب، مش صوت بشري. لكن قدرت أفك إيديها ووقعتها على الأرض، لكن قامت تاني وبدأت تتحرك بحركات متقطعة مرعبة، زي ما تكون دمية بتتهز بخيوط. جريت ناحية الشباك ولسه بمد ايدي علشان انط منه، لقيتها شدتني من رجلي بقوة وسحبتني على الأرض. وبعزم قوتها فضلت تجر فيا لحد ما سحبتني وجرتني ناحية باب القبر. كنت عارف اني لو وصلت هناك كانت هتبقى دي نهايتي، مهما صرخت محدش هيسمعني. لكن فضلت اضرب فيها برجلي واصرخ لحد ما خبطت في وشها. صوتها كان مرعب، وقدرت اني ارجع شوية لورا. استغلت اللحظة وقمت بالعافية
ورجلي كانت بتنزف وجسمي كمان بيتكسر. جريت ناحية الباب، ايديا كانت بتترعش وحرارتي مولعة، بس قدرت ان افتح الباب بالعافية ورميت نفسي بره. وفي اللحظة اللي خرجت فيها سمعت صوت طلقة، حسيت نار مولعة في جنبي. في اللحظة دي كنت حاسس بوجع رهيب. فضلت حاطط ايدي على الجرح وفضلت اجري بعزم ما فيا، ودمي كان سايح ودماغي كانت دايخة، حاسس اني مش شايف قدامي. بدأت ما احسش بروحي، وقعت على الارض. كنت بنزل بشدة وما كنتش قادر اقوم على حيلي مرة تانية. لكن في اللحظة دي شفت بيت قريب مني، جريت عليه وخبطت على الباب وانا على اخر نفس. النور ولع والباب اتفتح وحد مسكني قبل ما الدنيا تضلم في عيني. وصحيت لقيت نفسي في المستشفى، ركبتي كانت مربوطة، والشرطة جت وسألوني وفتشوا البيت، بس ما كانش في حاجة، ولا لقوا الست اللي كانت لابسة قناع، ولا شافوا كسر، بس الطير الميت كان لسه موجود مكانه. قالوا لي ان السخونية ممكن تعمل هلوسة، بس انا كنت عارف اني ما كنتش بهلوس. والمرعب بجد بعدها بكم يوم لقوها، بس ما كانتش عندي، عند شخص تاني عملت نفس اللي عملته معايا. الشرطة قبضت عليها بس ما قالتش ولا كلمة، ولا اسم، ولا سبب، ولا حتى صوت. بس لحد النهاردة كل ما بقفل عيني بشوفها وهي واقفة عند طرف السرير ومستنياني. لو فعلا كملت لحد هنا فواضح ان قلبك ميت. بس السؤال بقى، هل عندك الجراءة تشوف اللي جاي؟ لو مستعد دوس لايك واشتراك وخلي الرعب يبقى عادة عندك.